أود أن أقول للعالم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام عقيدتنا أننا ننتصر بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فنحن لا نهدد بالموت أبدا، ولا نخاف ولا نخوف بالصواريخ أبدا. وقلت وأكررها: نحن أمة لا تخشى القصف، فنحن حملة القرآن ونحن حملة الولاية. نعم، نحن حملة الولاية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وليس من الممكن بل من المستحيل، بل لا نعتقد أبدا أن يتركنا الإمام المهدي عليه السلام نواجه مصيرنا في حربنا، وقد أعلن الآخر أنها حرب دينية. ووزير الدفاع الأمريكي ظهر في صورة كاتب على يديه: أنا كافر. وقال ممثلهم في الكيان: إنها حرب دينية ويجب أن نزيل الشيعة، وبعدها نزيل السنة. نحن نعتقد أن الإمام عليه السلام لا يتركنا أبدا مطلقا، فهو القائد الفعلي لهذه المعركة. نحن المنتصرون، فهم لديهم بعل والمال والسلاح، ونحن لدينا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الذي ينتصر؟ الذي لديه بعل أم الذي لديه الله سبحانه وتعالى؟